السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق بأسهل وأبسط طريقة، بتطعيمة تحفة جدا. التتبيلة خطيرة، هتجربيها وبإذن الله تعتمديها ومش هتشتريه تاني من بره أبدا أبدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ والطعم بقى والريحة حاجة كده في منتهى الجمال، والفراخ جوسي وطرية ومستوية، والطعم يا جماعة بجد هيوديكوا في حتة تانية خالص. بإذن الله هتجربوه هتعتمدوه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف هنعمل الشيش طاووق القمر الحلو قوي قوي ده ازاي. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا معايا نص كيلو من صدور الدجاج. حابة ان انتي تعمليها وراك حلو قوي، حابة تجيبيها صدور زي ما انا جبت كده برضو جميل قوي. انا جبت نص كيلو وقلت للراجل يقطعها لي الشيش طاووق، فقطعها لي مكعبات كده، بس طبعا ما قطعهاش ليا حلو فانا عدت عليها تاني. تمام. بتقطعي المكعب كبير وحلو، ما تقطعهوش صغير عشان ما ينشفش منك، قطعيه كبير عشان يبقى جوسي وطري. خلاص انا هقطع الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. سهل قوي يا جماعة، وبجد هتعملوه في البيت اطعم من الجاهز بكتير جدا. هبدأ كده ان انا ارجعه في قلب الطبق. طبعا انا ما عصرتش عليه ليمونة ولا اي حاجة، فطبعا هعصر ليمونة عشان الزفارة، وهسيبه بقى في جنب كده علشان بس الريحة. خلاص. تعالوا بقى نحضر التتبيله. انا معايا 3 طماطمات حجمهم متوسط وبصلايه كبيره. 3 طماطمات حجمهم متوسط وبصلايه كبيره. هقطع كده الطماطم مكعبات. تمام. والبصل برضو بنفس النظام. حابه انك تضيفي فص توم مفيش اي مشكله، مش حابه عادي خالص، انا ما بحبش احط توم، لكن لو انت عايزه تضيفيه ضيفيه. قطعت البصل وقطعت الطماطم، وهجيب الكبه او الخلاط. تمام. وبعدين هبدأ ان انا اضربهم مع بعض كويس قوي قوي. لو في الخلاط هتضيفي بس شوية مية صغيرين خالص، وهحط عليهم معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة بس من الملح، وهفرمهم كويس جدا مع بعض في الخلاط او في الكبة. طيب انا دلوقتي في تتبيلة الشيش طاووق انا مش عايزة منهم غير العصير او المية بتاعة الخضار ده، سواء الطماطم او البصل. عايزة المية مش عايزة التفل. خلاص. التفل ده بنحتاجه في حاجات تانية كتير، زي تتبيلات الكفتة بقى وإلخ والحواوشي، لكن الشيش طاووق احنا محتاجين منه المية بس. فانا خدت كده العصير بتاع الخضار اللي هو البصل والطماطم، ضفته على صدور الفراخ. ومعايا هنا بقى السر الكبير قوي بتاعنا، خلطة الشيش طاووق من ماجي او من اي شركة بقى، اي نوع كله بيبقى زي الفل. وعايزة تجيبي سايب كمان من عند العطار مفيش اي مشكلة. دي تتبيلة جاهزة بجد، بتنقل طعم التتبيلة دي في حتة تانية خالص. لازم لازم تجربوها. خلاص. وبرضو انا معايا هنا توابل فراخ، هحط منها معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده، معلقه صغيره بس كده من توابل الفراخ، واقلبهم مع بعض كويس قوي قوي. وطبعا الملح انا حطيته في قلب الطماطم والبصل قبل ما اضربه، معلقه صغيره من الملح لان التتبيله الملح بتاعها ضعيف. وبعدين هبدأ ان انا احط بقى التتبيله الحلوه دي في قلب التلاجة، تقعد بقى ساعه 2 3 4 زي ما انت عايزه. كل ما تسيبيها كل ما طعمها يكون احلى واحلى. تعالوا بقى نجهز الشيش طاووق. انصحكم ان انتم تحطوا الخلة تكون خشب. الخلة تكون خشب مش استياخ حديد زي ما انا استخدمت، لاني انا هحطها في الفرن والاستياخ الايدين الخشب بتاعتها اتحرقت. فانصحكم ان انتم تستخدموا استياخ خشب. طيب انا معايا هنا ايه؟ معايا فلفل الوان على فلفل اللي هو فلفل رومي على فلفل حامي زي ما انت عايزه. ومعايا بصل متقطع شرايح، وطماطم برضو متشال منها البذر، يعني طماطم مخليه. وبعدين ابدا ان انا احط الفراخ وارص بقى الخضار زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش محتاجه شرح. بنحط مثلا فلفل وبصل وبعدها الفرخه، وبعدين نحط طماطم وفلفلايه، وبعدين نحط الفراخ، وهكذا لحد ما نخلص كل الكميه بنفس الشكل دوت. تمام. الخضار ده بيبقى مطعم حلو قوي قوي، بيبقى احلى من الفراخ نفسها. يعني انت هتاكلي الخضار وتسيبي الفراخ، بجد حلوه جدا. شايفين شكلها تحفة. وكل ما تسيبي بقى الفراخ في التتبيلة كل ما تبقى جوسي وطرية. في ناس بيحطوا زبادي في قلب تتبيلة الشيش طاووق، مفيش اي مشكلة، عايزة تحطيها حطيها، بس انا مش بحب اضافتها. تمام.
انا معايا هنا صاج فيه شويه ميه، ويفضل ان هي تكون ميه سخنه مغليه. هبدا ان انا احط فيها سياخ الشيش طاووق، وبعدين ابدا ان انا ادخلها الفرن. تمام. طبعا انا حاطه الميه دي عشان الصاج ما يتحرقش مني. وبعدين كل شويه كده وهي بتستوي ابدا ان انا احط من التتبيله كده على الفراخ عشان تتطعم وتاخد كمان لون جميل قوي. هبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن واسيبها على اهدى درجة حرارة لحد ما تستوي. ممكن تاخد معاكي نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، انتي ودرجة حرارة الفرن بتاعك، لحد ما تطلع معانا بالشكل الجميل ده. ريحة الفراخ حاجة كده في منتهى الجمال. الفراخ مستوية جدا، طرية جدا، طعمها حلو قوي قوي. النكهة والتتبيلة بتاعتها فظيعة. الخضار بقى مشوي كده وطعمه يجنن. بجد بجد لازم تجربوها. وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، لاني هتتنسف طعمها تحفة. ولو عاملة عزومة بقى يا سلام، بجد حاجة تشرف. جربوها ومستنية رأيكم فيها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفة جدا، اجدع من اجدع مطعم. هتعملوها في البيت وبجد هتنبهروا من النتيجة. لو بقى بتعملي الشيش تاوك في البيت ومش بيطلع معاكي زي بره، ولا الفراخ بتبقى نية او مش متطعمة، لا جربي الطريقة دي وبإذن الله تعجبك قوي. شايفين الفراخ جوسي ازاي وطرية ومستوية وطعمها يجنن. وانصحكم تسيبوها في التتبيلة فترة طويلة عشان تتطعم اكتر واكتر. شايفين شكلها؟ بجد تستحق التجربة، لازم تقوموا تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.